بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل النهاردة إن شاء الله الممبار. والحقيقة إن الممبار أكلة ما يختلفش عليها اتنين، يعني تقريبا الكبار والصغيرين بيحبوا الأكلة دي. هنعملها النهاردة إن شاء الله بخلطة جميلة جدا. هنعملها ني في ني عشان تبقى خفيفة. وكمان هنعمل الممبار بطريقتين. هنعمله بالطريقة التقليدية، بنسلقه ونحمره. والطريقة التانية هنعمله في الفرن بطريقة سهلة جدا، وتقدري ان انتي تعملي الطريقتين. وهقول لكم على كل اسرار الممبار عشان يطلع معاكم كده ان شاء الله مظبوط. نسمي الله ونبدأ كده الخطوات مع بعض. انا هعمله ني في ني. انا كنت محمرة بصل، ضفت كده حوالي نص كوباية، وضفت خضرة بقى مشكلة طبعا بالكمية اللي تحبيها. وغسلت بقى رز ونقعته حوالي نص ساعة. بعد كده ضفته وصلصة جاهزة. وممكن كمان تضربي طماطم كده في الخلاط وتسويها على النار وتضيفيها. بالنسبة بقى للبهارات، ضفت معلقة كبيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الفلفل الأسمر، معلقة صغيرة من البابريكا، وضفت كمان معلقة من الكزبرة. وبعد كده بظبط الملح. وضفت معلقة من البصل البودر. بعد كده بضيف بقى حوالي معلقتين من الزبدة عليهم معلقتين من الزيت، وبسيحهم على النار وبضيفهم على الخلطة. بعد كده بقلبهم كويس. دي خلطة طبعا تنفع لكل أنواع المحاشي والممبار. خلطة سهلة وبسيطة وسريعة، وتقدري ان انت تعمليها بكل سهولة. قلبت بقى كل المكونات دي مع بعض. بس زودت الخلطة شوية لما لقيت الممبار كميته كبيرة. طبعا بقى بجهز الممبار، غسلته كويس جدا. وبعد كده انا بقلبه بصراحة على الناحية التانية وبغسله. وبجرده بالسكينة، وبعد كده بنقعه في ليمون وفي خل وفي طحينة. وبعد كده بقلبه تاني. انا بحب الناحية اللي بره يكون فيها الدهون عشان تخرج كده في مية السلق. وكمان عشان يبقى سهل عليا وانا بحشيه، لان لما بتكون الدهون جوه بتكون صعبة جدا واحنا بنحشي الممبار. بحط كمية تقريبا نص الصباع، وبعد كده بفردهم وببططه كده في الصينية عشان افرد كل الرز. وطبعا مش بنخلي فيه اي تكتلات عشان لما نسويه يبقى الصباع كده مظبوط. وبحاول انضف كل كمية الرز اللي بره. هنا بقى خلصت كل الكمية. شوفوا الدهون دي فايدتها ان هي طبعا بتدي طعم كده للممبار، وكمان بتخلي الشكل نفسه منتظم ودائري. بغلي مية على النار، ولازم اضيف الكمية حبة بحبة. بضيف 4 وبعد كده استنى شوية لما المية تغلي واكمل باقي الكمية. ضفت هنا بصلاية متقطعة صغير، وطماطماية وعود قرفة وورق لورا وحبهان. طبعا المنكهات اللي تحبيها ضيفيها. ضفت كمان قرن شطة، ممكن تضيفي 2 أو 3، بيدي نكهة جميلة جدا. شوفوا بضيف الممبار بالتدريج، يعني كل ما المية تغلي كده أبدأ أنزل بباقي الكمية. والخطوة دي بتساعد ان الممبار ما يطلعش كمية رز كبيرة في مية السلق. خلصت بقى هنا كل الكمية. مش بضيف ملح خالص ومش بغطيه، انا بسيبه بنفس الشكل كده. اول ما يغلي بهدي بقى عليه النار خالص، يعني شمعة كده. وبسيبه تقريبا حوالي نص ساعة على النار. ببدأ اعمل الطريقة التانية. سخنت طاسة، يعني بتكون كده على درجة حرارة متوسطة مش عالية قوي. وبعد كده بنزل بالممبار زي ما احنا شايفين. اول ما بنزل بيه بياخد كده شكل دائري، لان طبعا الطاسة سخنة. بخلص بقى كل الكمية اللي معايا. انا ما ضفتش كمية كبيرة.
معظم الكمية طبعا عملتها بالشكل التقليدي المسلوق، وبعد كده بحمره بالطريقة التقليدية خالص اللي احنا متعودين عليها. بقلب بقى الممبار زي ما احنا شايفين بكل سهولة. طبعا اخد لون حلو جدا لان فيه نسبة دهون عالية. طبعا نسبة الدهون دي كلها بتنزل في سواء في التسوية في الفرن او في مية السلق، وده افضل كتير ما نسيبه جوه مع الرز. مجهزة بقى شوربة على النار، وببدأ انزل بيها على طبعا على الممبار. وزي ما احنا قلنا لازم ننقع الرز مش اقل من نص ساعة. ده بيساعد جدا في التسوية، سواء اللي احنا هندخله في الفرن او اللي هنسلقه على النار. دخلت بقى الصينية الفرن على اعلى درجة حرارة ومش بغطيه، بسيبه كده لحد ما يتشرب كل السوائل. وهنا بقى الممبار بعد تقريبا ربع ساعة ببدأ اضيف الملح. نزلت هنا بمعلقة كبيرة، وبعد كده بقلبها واسيب بقى تقريبا ربع ساعة كمان. يبقى كده المجموع نص ساعة. هنا بقى شلته من مية السلق، والممبار خرج من الفرن. شوفوا جميل جدا ومستوي من فوق ومن تحت، واخد لون تحفة كمان من تحت. انا ما ضفتلوش اي دهون، هو كده كمية الدهون اللي نزلت في الطاسة من الممبار نفسه. ببدأ بقى احمر الممبار اللي احنا سلقناه. طبعا تقدري ان انت تحمريه في زيت غزير، او تقدري تحمريه برضو في سمنة او زبدة. طبعا الاختيارات كلها قدامك، بس طبعا بالنسبة لتحميره في زيت ده غالبية الناس بتعمله بنفس الشكل ده، بيبقى حلو جدا وبيبقى مقرمش. شوف بقى الممبار اللي احنا عملناه في الفرن بجد تحفة ومستوي جدا. وده طبعا لان احنا بننقع الرز وقت كفاية. بالنسبة لناس كتير بتسأل وبيحبوا الممبار يكون مقرمش جدا. لو عايزة الممبار مقرمش لازم تسيبيه في التلاجة ليلة كاملة لحد ما يبرد تماما ويبقى ساقع كمان، وتبدأي بقى تحمريه في زيت. بيبقى مقرمش جدا عن الممبار اللي احنا بنعمله وفي ساعتها كده ونطلعه من مية السلق ونحمره على طول. ده بيبقى نوعا ما مش مقرمش قوي. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، وما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب لقناتي عشان توصلكوا كده كل وصفاتي ان شاء الله الجديدة اول باول. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.